علاج نفسي؟ انت عايزني اخد برشام يمسح لي دماغي خالص؟ مستحيل طبعا. اغلب الناس لما بتسمع كلمة علاج دوائي نفسي بياخد بعضه ويمشي، بيخاف ان هو يتغير او يبقى شخص تاني. الفكرة دي جاية من صورتين غلط بنشوفهم في المسلسلات والافلام. الشخص اللي بياخد علاج دوائي فشخصيته تتحول 180 درجة، يبقى غير مبالي وعايش تايه في الدنيا. الحقيقة ان الادوية النفسية مش معمولة ان هي تغير شخصيتك، هي مصممة ان هي تعالج اعراض مرض بيأثر على طريقة تفكيرك ومشاعرك. زي لو انت عينك ضعيفة بتلبس نظارة عشان تشوف اوضح. الدواء بيعمل وضوح في كيمياء الدماغ. الفرق الوحيد ان الناس مش بتتكسف ان هي تلبس نظارة، لكن لسه ما زال في وصمة عار مش مفهومة حوالين العلاج النفسي. التغيير اللي هتلاحظه بعد الادوية مش انك بقيت شخص تاني، ولكن ان اعراض الاكتئاب او القلق او الوسواس القهري مثلا بدأوا يخفوا، نومك بيتحسن، طاقتك بترجع، طريقة تفكيرك بتتحسن. لكن اللي بيغير الشخصية فعليا هو المرض لو سبناه من غير علاج، لانه مع الوقت بيوصل لدرجة ان هو يخليك تفقد رغبة الحياة، أو تبقى عصبي أكتر، أو تبدأ تنعزل عن الناس خوفاً من أذاك عليهم. بس طبعا لازم الأدوية تبقى تحت إشراف طبيب نفسي، والجرعات تبقى محسوبة ومتابعة دورية. ولو حسيت بأي أعراض جانبية مش مريحة بالنسبة لك لازم تتكلم مع الدكتور طبعا، بدل ما توقف العلاج فجأة من نفسك. وافتكر دايما إن الدواء مش بيغيرك، هو بيديك فرصة إنك ترجع أحسن مما كنت. وإحنا هنا في يوتوبيا مش بنستخدم العلاج الدوائي إلا لو لقينا إن حالتك فعلا محتاجاه. شرفنا نتكلم ونتناقش ونساعدك توصل لحياة متوازنة. السلام عليكم.